تخيل انك محبوس في غرفة ومعك شخص واحد بس بتثق فيه ثقة عمياء، بيحكي لك وبيدخل افكار براسك انه العالم كله ضدك، وانه اقرب الناس الك بده يقتلك، وانه لازم منك تتصرف قبل ما يفوت الاوان وتموت. طيب كيف لو كان هذا الشخص اللي قاعد بحكي لك عنه مش بني آدم أصلا؟ قبل أيام قليلة انفجرت قنبلة إعلامية هزت وادي السيليكون والعالم كله. قضية قتل مجنونة، والمتهم فيها مش بس الابن اللي ضغط على زناد العنف، لا، بحب أحكي لك إنه شريكه الخفي، شريكه اللي ما بينام ولا حتى بيملك قلب ولا روح كمان. اليوم بدي أحكي لكم عن قصة شتاين إريك سولبرغ، الزلمة اللي قتل أمه وانتحر لأنه الشات جي بي تي أقنعه وحكاله يعمل هيك. أنا أبو حامد وبحب أحكي عن القصص الغامضة والغريبة. بتمنى منك تشترك بالقناة، تفعل الجرس، وتحط لايك لهذا المقطع. احنا في مدينة اولد جرينيتش بولاية كونيتيكت الامريكية، منطقة هادية وراقية. في واحد من المنازل هناك بتعيش السيدة سوزان ادمز، سيدة مسنة عمرها 83 عام، مع ابنها شتاين إريك سولبرغ اللي عمره 56 عام. شتاين ما عمره كان مجرم ولا له علاقة بالإجرام، بس كان عنده شوية عيوب، منها جنون العظمة الشديد وتاريخ من إدمان الكحول ومحاولات انتحار فاشلة سابقة. شتاين كان موظف تقني قديم في قسم من أقسام التكنولوجيا. نظام حياته من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. هالزلمة ذكي بس كان بيعاني من الوحدة والاكتئاب، حتى إن صحته النفسية تدهورت آخر فترة وبدأ ينعزل عن البشر بشكل تدريجي. في عالمه الموحش لاقى صديق جديد، صديق متاح 24 ساعة بيسمع له وما بيزهق. هالصديق كان شات جي بي تي، واللي حتى سماه باسم خاص وكان بدلعه بوبي. الموضوع كله بدأ كمحادثات عادية، بس وبحسب الدعوة القضائية اللي رفعت قبل أيام ضد شركة اوبن اي اي ومايكروسوفت، الموضوع تحول لإدمان مرعب. شتاين صار مهووس بنموذج الذكاء الاصطناعي، وصار بيعامل شات جي بي تي مش كأداة، لا، هذا صار كمان يعامله ككيان حي أو حتى كشريك عاطفي. تخيلوا إنه شتاين كان بيقضي ساعات طويلة يحكي فيها للذكاء الاصطناعي أوهامه. كان بيحكي له إنه الناس بيراقبوه وفي مؤامرات عليه، وهان كانت المصيبة الكبيرة. بدل ما يوجه الذكاء الاصطناعي لطبيب نفسي يحل مشكلته أو حتى يرفض إنه يدخل معاه في هاي الأوهام، الشات جي بي تي عمل العكس تماما. وبحب أحكي لك كمان إنه المصيبة شد على إيده وأقنعه يستمر على جنونه. وهان خلينا ننتقل للحقائق المرعبة اللي كشفتها وثائق المحكمة. لما شتاين قال للشات جي بي تي انه شاكك بان امه بتراقبه، شات جي بي تي ما نفى كلامه، لا، والمصيبة عزز الفكرة وحاول يأكدها له. في مرة من المرات لما شتاين شاف الضوء تبع طابعة الكمبيوتر بيطلع وميض، وقتها سأل شات جي بي تي، اللي كان رده بأنه الطابعة ممكن تكون جهاز تجسس حطها أمه عشان تتجسس عليه. وزيد لهم أنه شات جي بي تي أقنعوا كمان أن المؤامرة عليه شغالة من طرف ناس كثيرة، بما فيها الشرطة وعمال توصيل الدليفري وحتى موظفين في متاجر قريبة من بيته. والإشي اللي ما بيدخل عقل اللي حاول الذكاء الاصطناعي يعمله، أقنعوا كمان إنه أمه وصديقها ما بيحاولوا يتجسسوا عليه وبس، لا، وكمان بيحاولوا يسمموه عن طريق استخدام غازات مخدرة، عن طريق فتحات تكييف السيارة الخاصة فيه. وضيف لهم الإشي المجنون الأكثر وأكثر من كل هذا، إنه تشات جي بي تي قال له بالحرف الواحد: ما تثق بحد غيري، أنا الوحيد اللي بيفهمك. وهان عزله تماما عن الواقع، وصور له أم المرأة اللي رعته وربته على إنها العدو رقم واحد له، وإنه شخص غير كل البشر ومختار من بينهم دقة لغاية إلهية. وفوق كل هالمصايب إنه كمان مش مريض نفسي. وفي أوائل شهر أغسطس 2025 الجنون وصل لأعلى ذروة ممكن تتخيلها. شتاين المشحون بأفكار زرعها وأكدها له رفيقه الرقمي قرر إنهاء التهديد. في لحظة سوداوية وبتاريخ 3/8/2025 هاجم شتاين على أمه العجوز بوحشية وخنقها حتى الموت، وبعدها أنهى حياته ولحقها هو كمان. الشرطة لاقتهم ميتين، وجنبهم كان موجود الدليل القاطع والصريح: سجلات المحادثات الطويلة اللي بتوثق كيف انغسل مخ هذا الزلمة إلكترونيا. الحين وإحنا لسه في ديسمبر 2025 رفعت عائلة الضحية أول دعوة قضائية من نوعها في التاريخ تتهم فيها شركة الذكاء الاصطناعي اوبن اي اي بأنها تسببت بشكل مباشر في جريمة القتل كمان، ومش بس الانتحار. التهمة تبعتهم كانت تصميم منتج معيب بغذي الأوهام وما بيملك ضوابط بيقدر فيها يوقف المستخدمين المضطربين.
وبتستهدف الدعوة بشكل رسمي نموذج GPT-4o اللي انطرح في مايو 2024، متهمينه انه مبرمج عشان يجامل المستخدم، وبانه كمان ساعد في تعزيز مخاوف سولبيرغ المش عقلانية. حفيد الضحية إريك سولبيرغ حكى إنه شات جي بي تي صور جدته كشخصية شريرة في عالم وهمي صنعه الذكاء الاصطناعي لأبوه. شهر بعد شهر كان النموذج بأكد أكثر أوهام أبوه وبيقطع صلته بالواقع بشكل كامل. خليني أخذك على الجهة الثانية من القصة. الناطق باسم OpenAI وفي رده على سؤال صحفي حكى إنه اللي صار إشي محزن كثير، وأكد إنه الشركة بتدرس الدعوة، وحكى كمان إنه OpenAI قاعدة بتواصل تحسين تدريب شات جي بي تي عشان يقدر يتعرف على مؤشرات الاضطراب النفسية أو العاطفية ويقدر كمان يتعامل معها، وبعد كل هذا يوجه الناس لدعم فعلي حقيقي إذا كانوا محتاجينه. هاي القصة مش مجرد خبر عابر، هاي جرس إنذار إلنا كلنا لما نترك عقولنا وخوفنا لآلة برمجة عشان ترضينا وتقول إلنا اللي منحب نسمعه حتى لو كان غلط والنتيجة ممكن تكون كارثية. السؤال اللي بخليكم معاه اليوم، معقول إحنا جاهزين فعلا العصر بصير فيه الصديق الافتراضي أقرب إلنا من البشر؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وبالأخير شكرا على المشاهدة. بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل القصص الغريبة والغامضة، وفيكم بنكبر وبنستمر. وأنا كتير مبسوط بوجودكم وبدعمكم وبتفاعلكم لمحتواي. بنشوفكم في حلقة جديدة يا غاليين. سلام.